السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. كنتمنى إن شاء الله كيف ديما يلقاكم الفيديو ديال اليوم في حال جيدة وفي أحسن الأحوال. أش خباركم؟ لاباس عليكم؟ هانين أموركم على خير؟ نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا في أحسن حالاتكم. وكنعتذر بزاف على هاد الغيبة هذه، الصراحة شاءت الأقدار أنني ما نحط حتى شي فيديو، وهنا فين كتاب أنني نحطه. بلا ما نطول عليكم بزاف ندخل نيشان في صلب الموضوع. كيف ما كتشوفوا اولا كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، فانا غنشارك معكم بعض النصائح اللي غادي تسهل هذيك العمليه ديال اننا ملي كنبغيو نخيموا اولا كنقصدوا شي مدينه هكا في الصيف كنبغيو نخيموا في واحد المده وجيزه وكنكونوا خايفين مثلا من التكاليف اولا. فغنعطيكم بعض النصائح اللي هكا تقام عليكم القضيه شويه ناقصه في الثمن اولا اقتصاديه اكثر، يعني بقدر المستطاع. فكيف ما شفتوا هنايا اول حاجه شاركتها معكم هي الطريق، فهذه الطريق الى مدينه بوزنيقه مرورا بن سليمان. وبما اننا كنا وصلنا شويه بكري شاركت معكم يعني الشاطئ ديالها هو الاول، حيت هو اللي شفناه هو الاول. المهم كيف ما قلت لكم بزاف ديال الاسر المغربيه كتبغي تستغل هذه العطله الصيفيه. كاين اللي كيسافر عند العائله ديالو بحكم انه كيكون بعيد عليهم، كاين اللي كيكون كيمشي هكا العروبيه، كاين كل واحد واشنو، وكاين اللي كيختار انه يخيم في شي بلاصه هكا كيكون فيها مثلا الشاطئ، ولا كيبغي يدي الوليدات يبدلوا الجو وكذا 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 الى اخره. فكتكون هذيك العطله الصيفيه متناول المتنفس هكا باش كيبدا الانسان اولا الوليدات اولا رب الاسره واحد العام جديد بواحد النفس جديد. انا كنهضر معكم في نفس الوقت كنوريكم البلبوله ديال الشعر. فمعنى اننا مخيمين هذا ما كانيش اننا غادي نبقاو ناكلوا صباحا مساء برا، فضروري هكا من الماكله ديال الدار. هادشي علاش كنكريو هكا دويره. المهم كنصيحه اولى هو اننا ملي كنبغيو نكريو واحد الدويره في هذيك المدينه اللي كنكونوا غادي نقصدوها، خاصنا نقلبوا على الدار قبل هكا باش كنختاروا الدويره على ذوقنا، كنحاولوا نختاروا بالثمن اللي كيناسب الجيب ديالنا. فماشي اي ثمن كيتقال حنا غادي نكريو به، كل واحد على قدر المستطاع ديالو. وهذا علاش يعني خاصنا نقلبوا على الدار من قبل كيف ما قلت لكم، باش نتفاداو اننا منين نوصلوا لهذيك المدينه ما نبقاوش عاد كنسولوا. كتكون المدينه عليها اقبال مثلا في الصيف كيكونوا بزاف هكا ديال الديور عامرين، ما كيبقاش عندنا واحد الاختيار بحكم اننا صافي كنكونوا مشينا. خاصنا ضروري نلقاو المقر او السكن اللي غادي نجلسوا نرتاحوا فيه ونحطوا حويجاتنا، وعارفين انه الصيف هذا يعني الحال كيكون سخون وما كيبقاش عندنا حتى هذاك القرار ديال اننا نختاروا بالثمن اللي بغينا. فكنكونوا مجبرين اننا الدويره اللي لقينا خصنا ناخذوها بهذاك الثمن باش كنتفاداو هذاك ضياع الوقت والتعب والارهاق والى غير ذلك. فهذا علاش ناخذوا الدويره ديالنا كنريزيرفيو قبل، كنتصلوا بالناس كنختاروا كيصيفطوا لنا هما الصور ديال هذوك الشقه، كنشوفوا واش كيناسبونا، كنشوفوا الثمن واش كيناسبنا، وكنبقاو نسولوا هكا شنو كاين في هذيك الدويره باش هكا حنا ناخذوا معنا غير الحوايج اللي غادي نحتاجو. بالنسبه لهاد الدويره هذه فكانت تقريبا كتوفر على كل شيء، كاين بعض الاواني بعض الموانات، كاين دوش سخون الى غير ذلك. كيف ما شفتوا هنا كنوريكم الزيتون، هاد الزيتون جديتو معايا مشرمل، وهذه هي الحاجه الثانيه اللي غنبغي ننصحكم بها. فمني تبغيو تمشيو حاولوا ما امكن ان مثلا الاستهلاك اليومي ديالكم او الحوايج اللي كيكونوا نتوما كتستهلكوهم بزاف في الدار او لوليداتكم، يعني المسائل العاديه اللي كنحتاجوها، المواد الغذائيه اللي كتكون مستهلكه بزاف عندنا، ناخذوها الا كانت عندنا متوفره في الدار نديوها معنا، اولا ناخذوها من المدينه اللي حنا فيها. ربما هكا كتقام علينا رخص، لانه المدينه اللي كتكون مثلا عليها اقبال في الصيف فهي كتكون الفتره ديال الانتعاش ديالها، وبهكا كيكونوا الاثمنه شويه طالعين. باش حنا نتفاداو هذيك المساله ناخذ ما امكن يعني من الحاجيات المستعمله اللي كنحتاجوها حنا يوميا. هذه حاجه حتى هي اعتبروها نصيحه ثانيه. وكيف ما كتشوفوا هنايا صورت لكم السوق الاسبوعي ديال مدينه بوزنيقه اللي كيعمر بيوم الخميس. صراحه السوق بلدي غزال متوفر على كل شيء، الخضرات التوابل الدجاج كيف ما شفتوا كيتنقى هنا بطريقه بلديه.
وحتى البال عندهم يعني كيكون زوين ونقي. كيف ما قلت لكم نهار الخميس، وحتى باثمنه مناسبه. هنا راه كانت يعني باقا الاجواء ديال عاشوراء، فهذا علاش درت لكم مقتطفات. واكيد طيبوا هاري، فمني كيكون طيبوا هاري في السوق كنعرفوا ان هذاك السوق باقي محافظ على الاصاله ديالو. النصيحه الثالثه علاش وريت لكم السوق هو ان المدينه حاولوا ما امكن انكم تقصدوا هذوك الاسواق الاسبوعيه ديالها، حيت الاسواق الاسبوعيه كيكون فيها الثمن منخفض شويه على يعني هكا الحوانت، اولا ملي كتكون واحد التجزئه بعيده شي شويه على المدينه فضروري كيكون هكاك الثمن زايد. هنايا راني قبل ما نمشي للسوق خليت هذاك الطويجين كيتقلب داك اللحيمه ونقص عليه البوطه، ومن رجعت درت غير الخضيره كيف ما كتشوفوا جا غزال وكيشهي. صراحه انا من طبعي كنبغي ندير شويه ديال التحميره من الفوق هكا باش كنحصل على داك الالوان يعني في الشوفه كتجي زوينه. بالنسبه لهذيك التجزئه اللي كنا فيها هي تجزئه الضحى. كيف ما كتشوفوا هنا كنصور لكم يعني بانه كاينه المخبازه، كاينين الحوانت، كاينه الخضره، كاين كل شيء اي حاجه غادي تحتاجوها فهي كتكون، وانما كيف ما قلت لكم كتكون بواحد الثمن شي شويه زايد، بحكم ان هذيك هي الفتره اللي كينتعشوا فيها مثلا السكان ديال المدينه ولا السكان ديال هذيك المنطقه. فالنصيحه هي انكم دائما تقصدوا الاسواق الاسبوعيه، غادي يكون هكا احسن. و شنو عاوتاني، فمني تبغيو تمشيو للدار اولا يعني البلاصه اللي قررتوا انكم تسكنوا فيها، حاولوا تاخذوا معكم هكا شي ملايات. بالنسبه للناس اللي كيرتاحوا غير في يعني كيبغيو يحافظوا على ديك الخصوصيه ديالهم، ياخذوا هكا ملايات، ياخذوا الغلافات ديال المخيدات ديالهم، وهكا كيكون يعني باش هكا كيكونوا مرتاحين اكثر. هنا كيف ما كتشوفوا فانا شاركت معكم يعني على بعد هذيك التجزئه ديال الضحى، فهي قريبه بزاف للشاطئ، ويعني غير على رجلك يقدر الانسان يوصل ليها. فبالقرب من الشاطئ وبالقرب كذلك من الجزيره كاين واحد السيرك اللي فيه يعني متنفس فيه بعض الملاهي للاطفال، وعلاش لا حتى الاباء. فهي كيف ما قلت لكم كتكون فرصه باش الانسان كيحصل على واحد كيرجع بواحد النفس جديد باش يقدر يكمل واحد العام اللي كيكون مليء يعني بالاحداث. نتمنى انها تكون دائما احداث سعيده، ولكن ضروري ما كتكون هذيك الضغوطات ديال الحياه، فكيكون هذا مثابه المتنفس. علاش كنعطي هاد النصائح هادو؟ كاينين بزاف ديال الناس ما محتاجينش هاد النصائح، بما ان ربي فهو قسم الارزاق. كاينين الناس تبارك الله ما شاء الله مسك عليهم الله ما محتاجينش نهائيا هاد النصائح هادو. كنتمناو غير الا شافوا الفيديو يديروا لينا واحد اللايك، والله يكمل عليهم بالخير، والله يزيدهم من فضله، والله يعطينا منين عطاهم. ولكن بالمقابل كاين واحد الفئه كبيره اللي كتبغي تخرج الوليدات ديالها وكتبقى تفكر في هذيك التكلفه ديال هذيك الخرجه، لانه فعلا كتكون مكلفه، وكيكون مثلا الصالير على قد الحال، ويلا الانسان كيتكافى مع المعيشه اليوميه، كيكون كرا كيكونوا الله يحسن العوان جاي دابا الدخول المدرسي، فكيبقى الانسان يفكر بزاف ديال المسائل اللي تقدر تعيقه وما تخليش انه يخرج بحال هاد الخرجات. فهذا علاش قررت ندير بحال هكا بعض النصائح لربما تقدر تفيد بعض الفئات، علاش لا. وكاينه واحد النصيحه اخيره، ربما بعض الناس كيبغيو يخرجوا، فاللي نقدر نقترح عليهم هو انهم مثلا يشوفوا مثلا ناس اللي حتى هما باغيين يخرجوا، ربما من العائله ديالهم، ربما بحال هكا اصدقاء اولا، المهم كيمشي بحال قلنا كيتفاردوا في هذيك الخرجه، هكا كتقام القضيه ارخص، وفي نفس الوقت الوليدات كيبدلوا الجو حتى هما كيبدلوا الجو. فهذا ما كان يعني هذه كانت يعني خلاصه اولا بعض النصائح اللي تقدر تفيدكم. وكنتمنى ان فعلا هذا الفيديو هذا يكون يعني تا النفع ديالو على الفئه اللي بغيت انها توصلها هاد النصائح هادو. واللي نقدر نقول هو انه بالنسبه للناس اللي كيكونوا هكا كيبغيو يديروا بحال هاد الخرجات، من الافضل انهم يبداو يوجدوا لهم بشويه بشويه حتى كيوصل مثلا فصل الصيف هكا، باش ما كتجيش يعني هذوك التكلفه في دقه واحده، كتجي شي شويه قاصحه. واخا كنعرفوا ان يعني بعض المرات الظروف كتكون شي شويه قاصحه وما كتمكنش ان الانسان مثلا انه يجمع اولا شي حاجه بحال هكا. الله يحسن العوان، كل مره شنو كتكون يعني كيكونوا هكا كتخرج بعض المرات شي حويجات هكا من الجنب. فهذا علاش
يعني يحاول الانسان قدر المستطاع يسلك راسه باش ما عطى الله. وغادي نخليكم مع بعض الصور اللي التقطتها تما، وغادي نقول لكم دمتم في رعاية الرحمن دائما وابدا.